انا فاهم والله ان انتوا بتقولوا الكلام ده اللي هو ايه من باب احنا هنغيظ معاذ، لكن انت في الواقع مش بتغيظني. انا باكد لك ان انت في الواقع مش عارف ايمانك. لو انت مؤمن ان الله ثلاث اشخاص، مؤمن ان الانجيل او الكتاب المقدس عموما كتاب تم التلاعب فيه بالكيف وبالهوى وبالمزاج بحسب كلام ابائك، لو انت مؤمن ان انت بتروح تاكل الله وتشربه وبينزل في بطنك، ده الله اللي في بق اللي في بطنك ده، مش اللي في بقك بس، لا ده بينزل تحت والله اعلم بيروح فين، ده الله. لو انت مؤمن بالحاجات دي، هو ده اللي انا كنت عايز اوصله لك بس. فعايزك تحمد ربنا او الارباب اللي انت بتعبدهم. حتى انت كلامك انت بتقول بالفعل كل يوم بنتمسك بالمسيحيه، انت اصلا مش عارفها. احنا بنثبتك على الايمان المسيحي بس بنعرفه لك الاول. عايز تتثبت فيه خليك اعبد ثلاث آلهة بيكلموا بعض يا فندم، والله انا ما عندي اعتراض، براحتك. هو انا اللي هحاسبك؟ لا، ده ربنا. فاهم قصدي؟ فاحنا فاهمين ألاعيبكم والطرق الملتوية اللي انتوا بتتكلموا بيها. انا عارف ان انت اكتر حد يمكن بتكرهه في حياتك انا، بس مع الوقت لما ربنا يكرمك كده وتخش الاسلام اللي انت بتعبد فيه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا حتى مجرد سجود احترام لنبي من الانبياء عندنا، صح؟ لكن انت عندك لا، انت عادي، انت بتسجد تخيل الصينيه اللي بيتحط فيها لك انت بتسجد لها، انت متخيل؟ المعلقه بتسجد لها، المستير، الكاس بتسجد له. انت متخيل؟ رسم الصليب لو رسمت لك على الحيطه رسمه كده بقلم تسجد له ليه؟ اصل ده رمز الصليب، ده اللي يسوع الاله عندنا مات عشاننا على الصليب. فيا فندم احنا بنعرفك بس مش اكتر. وعموما احنا بنرحب بيكم، كويس ان انتوا بقيتوا بتتعلموا مننا، لان الاباء الكهنه مش بيقولوا لك حقيقه ايمانك، فاحنا بقى بنحب نقوله لك هنا. اهلا بيك يا فندم.